معايا على التليفون كابتن اسامه عرابي مدرب النادي الاهلي. يا كابتن اسامه اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك، اهلا وسهلا بك يا ابراهيم والساده المشاهدين، الله يبارك فيك. الله يخليك. طيب اهم يعني نقاط التحول النهارده في اللقاء امام الشرطه. ماتش ما هوش سهل على الاطلاق. احنا كنا نتخيل، خليني اقول لحضرتك عن تخيلي انا الشخصي، انه كنت متخيل الماتش هيبقى سهل بالنسبه لكم. الحقيقه الماتش ما كانش سهل. بعد 4 أهداف مقابل لا شيء، المباراه بتعود مره اخرى 4-1 في الشوط الثاني 4-3، ويبدا النزاع ويبدا لقاء مختلف تماما عن ما ابتدى بالشكل والاداء. اهم نقاط التحول النهارده كانت ايه يا كابتن اسامه؟ والله طبعا مبدئيا الشوط الاولاني من افضل الاشواط اللي النادي الاهلي اداها من فتره طويله. كل اللعيبه تقريبا كانت في حاله كويسه، الاداء فيه سرعه، الاهداف مميزه ومتنوعه، الكره بالعرض، الكرات اللي هي بتاعت احمد فتحي ال1-2 اكتر او التمرير اكتر من مره وبعدين نجيبها، كره العرضيه لحسين لمؤمن. يعني الاهداف كلها يعني اهداف حلوه والاداء سريع، واعتقد الماتش كان سهل بالنسبه لنا جدا. الشوط الاولاني مع احترامي الكامل طبعا لفرقه الشرطه، كان ممكن جدا الشوط الاولاني ينتهي اكتر من 4 أهداف، وفي بلانتي ما وفقناش فيه. يعني هنقول ان ضربه الجزاء اللي جت لفرقه الشرطه في الاخر 4-1 برضو ما تبقاش هي مش مؤثره بالنسبه لنا قوي. مستر مارتن طبعا اتكلم مع اللعيبه وبين الشوطين انه لازم ناخد الامور بجديه وكده، لكن ممكن يكون احساس داخلي عند بعض اللعيبه انه الماتش يعني شكله خالص انه رايح لنا احنا، سواء في الفرق عدد الاهداف الثلاثه، سواء في خاصه انه ماتش الذهاب كان خلصان 7-3، فتحس انه سواء الفرص اللي جات لنا وضاعت، سواء ضربه الجزاء اللي ضاعت، يعني ممكن يكون الاحساس ده جه عند بعض اللعيبه. فكمان طبعا كابتن هاني رمزي وفريد شرطه لهم عملوا شوط ثاني كويس، وسيسي لما نزل ربنا وفقه في الكورتين اللي جابهم. كان ممكن ادائنا يبقى اقل الشوط الثاني والهدفين دول ما يجوش، او هدف منهم واحد يجي. كانت الامور هتمشي في صالحنا ثاني بسهوله، وكنا نقدر يعني زي ما جبنا الجون الخامس ويمكن سادس كمان لو الفرق ما دقش لجون واحد. لكن لما الفرق دق لجون واحد 4-3 وفي وقت سريع، يمكن في حصل توتر شويه، حصل لانه الماتش كان في ايدينا خالص وكان ممكن ينتهي يعني زي الماتش الاولاني واكتر. لكن الحمد لله مع الوقت بخبره لعيبتنا وسيطرنا على اللعب تاني وقدرنا نجيب الهدف الخامس، واعتقد انه فوز مستحق للنادي الاهلي. فرقه الشرطه عملت جهد الشوط الثاني، ولكن الماتش من اوله من بدايته خالص الماتش يعني ماشي في صالحنا خالص يعني في كل شيء يعني. طيب كابتن، خليني اسال حضرتك النهارده عن احمد فتحي وهذا الاداء المتميز لاحمد فتحي في المركز اللي موجود فيه في منتصف الملعب. اداء يمكن اثنت عليه جماهير النادي الاهلي في كل حته، حتى كمان على مواقع التواصل الاجتماعي. ايه سبب تحسن اداء احمد فتحي الى هذا المستوى في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي، رغم ان المشاهد او المتابع يقول ان احمد فتحي عدم انضمامه لمنتخبنا الوطني قد يقلل بشكل كبير جدا من النواحي النفسيه لديه، وبالتالي ما كانش يظهر بهذا المستوى؟ يعني احمد فتحي من اللعيبه المهمه في فرقه النادي الاهلي والسنين اللي فاتت كلها في منتخب مصر، ونتمنى ان شاء الله عودته للمنتخب، لانه لعيب خبرته كبيره، لعيب بيقدر يلعب في اكثر من مركز، لعيب عنده كم يعني كم تراكم كبير قوي من الخبرات الدوليه والافريقيه. فان شاء الله يعني نتمنى له العوده للنادي للمنتخب تاني. احمد فتحي بيأدي زي ما قلت لك في اكثر من مركز، بقاله 5 ماتشات تقريبا بيلعب في مركز الوسط المدافع، وده مش مركز جديد عليه. اداؤه بيتحسن يوم عن يوم، ما شاء الله بيعرف يجيب جون قوي جدا، جهده كبير، بيقدر يقطع الكوره بسهوله، بيعرف يعني ساند زمايله، بيعرف يعمل، يعني عنده مميزات كتيره جدا. والنهارده ادى بشكل كويس قوي زيه زي بقيه زمايله بالذات في الشوط الاول يعني. فهو احنا يعني فضلنا ان هو يبقى محافظ على المكان
بتاعه في وسط الملعب، لانه زي ما قلت لك هو بقى له 5 ماتشات بيلعب في المكان ده وماشي بشكل كويس فيه. طيب خليني اسال حضرتك كابتن عن احمد الشيخ. احمد الشيخ كان موجود في قائمه النادي الاهلي في مباراه الكاس الاخيره، سجل هدفين، الناس يعني ابدت ثقتها فيه بشكل كبير جدا. مارتن يول كمان كان سعيد بيه، حضراتكم في الجهاز الفني. النهارده الكل فوجئ باستبعاد احمد الشيخ من قائمه النادي الاهلي، هل من اسباب غير فنيه يا كابتن؟ لا احمد الشيخ من اللعيبه الكويسين وادى بشكل كويس الماتش اللي فات، وزي ما انت قلت جاب جونين. ولكن انت عارف احنا 27 لاعب، 4 حراس و23 لاعب، كلهم يعني بيكملوا بعض، والمستويات كتير في مراكز بتبقى متقاربه، فلازم هيحصل اختيار لبعض الناس، وبعض الناس هتبقى بره، وبعض الناس هتبقى فرصتها بتيجي في الماتشات اللي جايه. فاحمد شيخ كان معانا في المعسكر، يعني مستر مارتن كان حريص انه هو يجي معانا. كنا 20 لا يعني 20 كان في لاعب زياده اللي هو احمد الشيخ، وكان في كلام انه ممكن هو اللي يبقى موجود، ممكن حد غيره يطلع، فهو كان قريب جدا من الموضوع انه يبقى موجود. فهو لعيب مهم ولعيب مؤثر ولعيب عنده مهارات كبيره، ولكن زي ما قلت لك انه هو بيتنافس مع لعيبه كتير في مركزه، فطبيعه الحال في ناس هتلعب وناس هتقعد وناس هيجي لها الفرصه في الفتره الجايه. لكن مستر مارتن بيتكلم عليه كويس والجهاز كله، وهو من اللعيبه المهمه عندنا يعني. طيب خلينا نسال حضرتك كابتن عن ايفونا، وموقفكم ايه في النادي الاهلي من ايفونا بسبب تاخيره؟ ايفونا كان بيجدد الباسبور بتاعه، هو طبعا كان المفروض يبقى موجود يوم الجمعه بالليل، اتاخر. فكابتن سيد عبد الحفيظ ان شاء الله بكره، هو راح التمرين النهارده الصبح مع اللعيبه اللي كانت المجموعه اللي كانت بره الفرقه يعني، اللي بره ال 18 يعني. حضر النهارده تدريب الصباحي، يعني هو ما اتمرنش لكن كان موجود. فان شاء الله بكره عندنا تمرين الساعه 11، الكابتن سيد عبد الحفيظ هيقعد معاه ويستفسر منه على سبب تاخيره، وان شاء الله الامور تبقى يعني ما فيهاش مشكله يعني، ان شاء الله ربنا يسهل يعني. طيب احنا سمعنا انه في غرامه تم توقيعها على اللاعب من قبل الاستماع الى اقواله، صحه الامر من عدمه؟ اتفضل يا كابتن. ما هو في لائحه بتبقى مطبقه، مدير الكره بيبقى عنده اللائحه بيطبقها على كل اللعيبه بدون استثناء وبدون يعني مجامله او محاباه، في لائحه بتطبق. لكن هو هيقعد مع ايفونا وهيعرف منه السبب، والعقوبه هتبقى حسب الاقتناع مدير الكوره كابتن سيد الحفيظ والجهاز الفني يعني بسبب التاخير ايه يعني. طيب المفروض الغرامه الماديه وفقا للائحه في النادي الاهلي بتبقى كام تقريبا يا كابتن؟ او والله انا ما اقدرش اقول لك كام بالظبط، لكن هيبقى في غرامه حسب الموقف زي ما قلت لك، هل هو سبب التاخير منطقي او غير منطقي، حسب ما ان شاء الله كابتن سيد يقعد مع ايفونا ويشوف يعني. كابتن اسامه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كل تمنياتنا ليكم بالتوفيق، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل الردود، لانه كان عندنا اسئله كتيره جدا وحضرتك ما بخلتش علينا ابدا بالردود. كابتن اسامه عرابي المدرب العام للنادي الاهلي.